لو انت متخيل ان قرار رابطة الأندية بخصوص لقاء القمة هيكون غير فوز نادي الزمالك وثلاث نقط هيتخصموا من النادي الأهلي، تبقى مغيب ومتعشم ان اللقاء هيتعاد. فبلاش تتعشم ان اللقاء مش هيتعاد، لان جمهورك كان مؤيد ميعاد اللقاء وكان موجود في الاستاد. مش ذنبنا اللي لعيبتك تاهوا وكان عندهم ظروف وما قدروش يجوا الماتش. عايز تنسحب من بطولة الدوري يا ريت، عايز تنسحب من بطولة رابطة الأندية يا ريت، وتبقى قد كلامك لو عملتها. كل ده بسبب الحكم المصري. الحكم المصري ليه الفضل الاول والاخير في كل بطولاتك المحليه. انا عايز واحد بس او اي حد من جمهور النادي الاهلي يقول لي الحكم المصري اثر معاكم في ايه السنه دي. كل ده بيحصل عشان مش عايز تعترف بالسبب الحقيقي، والسبب الحقيقي انك خايف تقابل نادي الزمالك. النادي الاهلي ممكن يستحمل اي حاجه غير ان هو يتغلب او يتعادل مع نادي الزمالك. النادي الاهلي قبل كده شال مرتين 5 من صن داونز ما حصلش اي حاجه، لكن لما اتغلب في السوبر الافريقي من نادي الزمالك قدر بكل طرقه انه يجيب عقد محترم لجوزيه جوميز عشان يمشي ويسيب النادي ونادي الزمالك يقع. وكمان عمل صفقات بن شرقي وجراديشار، ولما لعبوا مع نادي الزمالك وما قدرتش الصفقات دي تعمل اي حاجه وجه بعدها بنتايج بوظ كل ده، عمالين يتحججوا بالتحكيم المصري. لان دايما بقولها، اول ما بيحسوا ان الزمالك قادر يقف على رجله من تاني بيخافوا منه وبيعملوا له الف حساب، واللي مستني ان الماتش يتعاد انسى، مفيش منه الكلام ده، وكل القرارات هتبقى في صالح نادي الزمالك. وعايز افكر اداره الاهلي بحاجه، انت قلت هنسحب من بطوله الدوري لو الماتش ما اتعادش، خليك قد كلامك ونفذه.